اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد قرأت سورة الأنعام قراءة عامة وفسرت جملها تفسيرا فيه شيء من الأناه، ثم رأيت في هذه الخطبة أن أعرض بعض الملاحظات العامة التي استشعرتها وأنا أقرأ السورة أو أفسرها. وسورة الأنعام يمكن أن تسمى سورة العقائد، لأنها تحدثت عن أصول الإيمان وأوضحت معاقد الحس والقوة في شعابه المختلفة. وأسلوب السورة في ذلك كأسلوب القرآن كله في الحديث عن الله جل شأنه. والحديث عن الله في الكتاب العزيز حديث بعيد عن تقعر الفلاسفة وعن تعقيداتهم في قضاياهم المختلفة. حديث القرآن عن الله تعريف للبشر يقوم على السهولة في العرض وعلى لفت الأنظار إلى ما في صحائف الكون من آثار تدل على الخالق تبارك اسمه. ولذلك بدأت السورة بشرح سهل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله جل شأنه هو الذي أوجد المكان والزمان، خلق الأرض وخلق حولها الظلمة والضوء والليل والنهار. ومضت السورة في حديثها عن الله جل شأنه تشرح روائع آياته في ملكوته. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. والسورة أحيانا تتحدث عن المولى جل وعز بضمير الغائب وهو حاضر دائما. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. حديث عن الله حديث يعرف الناس ربهم تعريفا سهلا سمحا، بعيدا عن صناعة المنطق المتكلف وعن غموض الفكر الفلسفي الذي يضيق جمهور الناس به. ومع أن أسلوب القرآن سهل سمح، فإن حقائقه العقلية فوق الريبة، ومقدماته تنتج الحق ما يستطيع أحد أن يجد فيها ريبة أو
يجد خلالها تناقضا او اضطرابا. وقد تحدثت السورة عن الله ثم نفت الفكرة الوضيعة التي شاعت قديما ولا تزال تشيع الى الان عن ان لله ولدا او ابنا. بديع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. القرآن الكريم في حديثه عن الله تبارك اسمه نرى كل ما يمكن أن ينسب إلى الله من جلال وكمال في أسلوب معجز يصور للخلق عظمة الخالق تصويرا يفعم قلوبهم بإعزازه وحبه بتوقيره والاتجاه إليه مع إحساس بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وسورة الأنعام إذ عرضت العقائد من خلال النظرة التي أجملتها الآن بيّنت أن أصحاب الحق عندما جاءوا للناس به يبسطون حقيقته ويقررون أدلته اعترضتهم جماهير من الناس ألفت الضلال وأنست إلى الباطل يقودها طواغيت ممن يستمدون جاههم أو سطوتهم أو سلطتهم من هذا الباطل المستقر، ولذلك يجادلون عنه ويقاتلون دونه. ومن ثم وقع صراع بين الحق يمثله الأنبياء ومن على أقدامهم من الدعاة وبين الباطل تمثله شراذم من الجهلة ومن على رأسهم من الطواغيت والفراعنة والضلال والفجار. والصراع بين الفريقين أشارت سورة الأنعام إلى ملامح له، وهذه الملامح عندما نتابعها نستفيد من متابعتها أدبا ويقينا نحن بحاجة إليهما. يقول الله للناس وهو يعرض لهم كلام المرسلين: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي الوقت الذي يهدد الضالين ويقول لهم التفتوا إلى مصاير من سبقكم واعتبروا بها، يقول لأهل الحق لابد أن تصبروا على تكاليف الدعوة وأن تؤدوا ضريبة اليقين وما تستتبعه هذه الضريبة من تضحيات وآلام،
ويوجه الكلام لسيد الرسل وحامل لواء الحق من بدء الخلق إلى نهايته. يقول الله له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لكن كيف ستدور المعركة بين الحق والباطل؟ أهل الحق أحيانا يداخلهم شيء من الغرور، أو لعلهم يتصورون أنهم ما داموا يساندون الحق فإن الحق وما فيه من وضوح ومرسل الحق ومنزله لا بد أن ينزل نصره على أهل الحق ولو فرطوا، أو لا بد أن تكون هناك خوارق عادات وأن تكون هناك أمداد غيبية غير متوقعة تنصر الحق. وربما كان هذا التفكير سببا في أن يتهاون أهل الحق في نصرته منتظرين من ظروف عارضة أو من قوى مغيبة أن تقوم عنهم بتنظيم فرطوا فيه أو بإعداد نكلوا عنه أو بقوى لم يحسنوا استجماعها أو استكمالها. وهنا يؤدب القرآن المؤمنين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فنسمع هذه الآيات: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفي مكان آخر يقول الله له: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. القصد من هذه الآيات أن يجتهد المؤمنون وأن يبذلوا قواهم كلها وأن لا يتوقعوا نصرا يجيئهم مع تفريط. والذي يرقب المعارك بين المحقين والمبطلين إلى يومنا هذا يرى أن أتباع الإيمان إلى الآن ما يحسنون خدمته بالأساليب التي تخدم بها في الدنيا المبادئ والعقائد. ما يزال المبطلون يتجمعون على باطلهم وما يزال المحقون يتفرقون حول حقهم. ما تزال الفوضى شعارا للعرب مثلا وما يزال النظام شعارا لغيرهم، ليس شعارا معلنا ولكنه صفة تغلب على صفوفهم ونفوسهم تجعلهم إذا التقى الفريقان في عراك لا يستحقون نصرة الله لأنهم ما أحسنوا الانتفاع بما منحهم من قوة وفكر ما ينبغي أن يقصروا فيه عن غيرهم، فنحن بشر وهم بشر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نحن بشر وينبغي أن نحشد في معركتنا كل ما يطيقه البشر دون انتظار لشيء. فإذا أدينا ما علينا وكان ما أديناه بطبيعته قاصرا دون بلوغ النصر
فإن نصر الله يجيء حتما ما دمت قد أديت كل ما طلب منك. أما أن تقصر في وسعك وأنت مكلف بطاقتك وجهدك ووسعك، فإن الله لا يساعد من لم يساعد نفسه. وكيف يجيء النصر؟ إن الله عز وجل في سورة الأنعام يبين أنه أحيانا يوضد الناس على لهب الأحداث كما ينضد الطعام أو كما ينضد الزرع تحت لهب الشمس أو لهب النار. لا بد من هذا. وعندما قال موسى ومن معه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، بين أنه أخذ الفراعنة بأسلوب معين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. في سورة الأنعام هنا يقول لنا كلاما يحتاج إلى بيان. بيانه أولا وقبل أن نقرأه أن الناس يستكبرون إذا ألفوا حالة معينة بقيت لهم يستمتعون في ظلها ويتعودون النعيم في بحبوحتها. ولقد شعر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ضلال قريش وصدودها عنه يرجعان إلى أن قريشا عاشت في شبع وفي أمان، وأن الشبع أغراها بالكبر، وأن الأمان أغراها بالعدوان. إذن لو تغيرت حالها فإن طغيانها وعدوانها ينحسران. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة، قال اللهم سبعا كسبع يوسف، أي 7 سنوات عجاف تجعل كبرهم ينكسر وغرورهم ينحسر ويتواضعون لله ويفتحون قلوبهم للحق الذي رفضوا أن يستمعوا إليه، وقالوا لصاحبه ما قالوا. لا بد أن يفاوت القدر في أحوال الناس بين الخير والشر والحلو والمر والنصر والهزيمة، لأن الأمر كما قال رب العالمين ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء محسوب، كل شيء محسوب. أرأيت حبة القمح في غلافها الصغير؟ إن الله يقول جل شأنه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إن حبة القمح ما وضع فيها من دقيق أو زلال أو سكر أو معادن أو فيتامينات بميزان. ليس هناك ميزان لكل حبة توضع، ميزان مادي، ولكن القدرة العليا تجعل كل ذرة في الحياة تهدى إلى طريقها من ساعة بدءه إلى نهايته وفق هذا الميزان الدقيق. والسماء رفعها ووضع الميزان، ليس الميزان المادي الذي نتصوره، لكن كل شيء في الكون بميزان. وتصريف أحوال الناس من سلم إلى حرب
ومن شدة إلى رخاء ومن نصر إلى هزيمة، إنما هو تقليب لهم وغمز لأدمغتهم ونواصيهم حتى تتحرك إذا جمدت. قال تعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لكن تذكير قوم وقطع دابرهم إذا كان قد استغرق في الصورة أربعة سطور فهو يستغرق من عمر الزمن سنين طوال بل قرون مديدة. ولذلك يقول الله في إحدى الصور: وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. إن الله يقلب الأمم بين الأزمات وبين الرخاء حتى تتذكر، حتى تعرف ربها. وربما مكر بالظلمة ووسع عليهم كما يسمن الخروف حتى يذبح، وعندما يسمنون وينتفخون ويغترون يقطع دابرهم ويعلن عن الحمد لله رب العالمين. لكن قد يطول المدى كما شرحنا، ومع طول المدى نجد أنواعا من النفوس لها منطق متغاير، لكل نفس اعتراضها وسؤالها وموقفها. هناك نفوس تستعجل، وأولئك المستعجلون ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باب الهزء، من باب الكفر، قد يكون هذا أو ذاك. المهم أنهم ذهبوا وطلبوا من رسول الله أن ينفذ فيهم وعيد الله، وكان الجواب الإلهي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حاسما: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل، وقل كلمة قل تكررت في سورة الأنعام 44 مرة. قل، ويتنزل الوحي الإلهي يلقن النبي عليه الصلاة والسلام ما يواجه به الناس وما يجيب به الأسئلة وما يحكم به في القضايا وما يزيح به العوائق وما يثبت به القلوب. قل. نفوس أخرى قد تستعجل أو قد ترتد أو قد تستطيل مراحل الطريق فتفر في أوائله، وفي هؤلاء تسمع قوله تعالى في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا لكنه لا يجيء
ضل وزاغ وذهب، فليضل من يضل وليؤمن من يؤمن، فإن كل إنسان سوف يجني ثمرة كدحه المادي والأدبي على سواء. وتمضي الصورة في طريقها تبين كيف أن الله ينصر الحق وكيف أن الله يهزم الباطل بأسلوبه الذي يدير عليه شؤون المجتمعات البشرية، وهو أسلوب يدق على النظر الضعيف وما يعرفه إلا من رزق الإيمان والصبر. ملاحظة أخرى في العلاقة بين الحق والباطل يمكن أن تنضم إلى هذه الملاحظة، وهي أن الله عز وجل في سورة الأنعام حرك الفكر البشري النائم. ما الذي يجعل الإنسان يجهل ربه وهو يتنفس في جوه ويأكل من خيره ويمشي على أرضه، ثم هو ينام فيسلم روحه إلى بارئها إلى حين لا يدري أين تذهب ولا أين يودعها من استردها ولا كيف تأخذ طريقها عائدة إليه وحده لا تذهب إلى شخص آخر. الإنسان بين صحوه ومنامه، بين ليله ونهاره، ما ينبغي أن يتوه عن ربه ولا أن يزيغ عنه. لكن بعض من لا عقل لهم أو من خدرت عقولهم بتقاليد بالية جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه بعض خوارق العادات كي يؤمنوا. طلبوا منه أن يريهم ملكا من الملائكة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك روح، ملك خلق آخر ما تستطيع أن تراه بعينك، إنك تطلب المستحيل. إن العين البشرية لا تستطيع أن ترى الجرثومة لأن تركيبها يجعلها لا ترى إلا وفق حجم معين ومسافة معينة، فكيف ترى الروح؟ لك لا تستطيع أن ترى الروح. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لأهلكناهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنه لا يمكن أن يرى وهو ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون لقالوا هذا رجل وليس ملكا. وفي السورة نفسها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل ردا عليهم إنما الآيات عند الله، لست صانع المعجزات إنما الآيات عند الله. ثم يقول للمؤمنين وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. إن العلامة الأولى للإسلام أو الخاصة الخطيرة فيه أنه دين أقام تعاليمه على عظمة الفكر البشري وعلى عظمة العقل الإنساني، ولذلك فإن جميع خوارق العادات التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيت منزلة ثانوية. قال بعضهم هي خوارق لا تسمى معجزة أصلا،
وقال بعضهم بل هي معجزة ولكنها ثانوية، لأن المعجزة الأولى والأخيرة، المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام العامة الدائمة هي القرآن الكريم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: ما من نبي أرسل قبلي إلا أوتي من الخوارق ما على مثله آمن البشر، أما أنا فقد أوتيت وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وحي أساسه مناشدة كل البشر في القارات الخمس: أيها الناس أخلصوا لله لحظة، أخلصوا لله لحظة وفكروا. فكروا من خالق هذا الكون؟ ما أوصافه التي تجب له؟ استمعوا إلى من يتحدث باسمه ثم احكموا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولذلك استعلاء بمنطق الحق وافتخارا بالأدلة الصواب يقول كما أمر الله النبي أن يقول: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والحق الذي يجيء هنا حق عقلي خلقي. وبعض الناس من أصحاب المواهب الممتازة والخصائص العالية يشعرون بلذة الدليل كما يشعرون بنشوة عندما يجدون الشبهة تتضاءل والباطل يندحر. ولذلك قيل لعالم: ما لذتك؟ قال: في حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا. هذا هو الإنسان الحقيقي. ليس الإنسان الحقيقي ذلك الحيوان الطاعم الكاسي، ولكن الإنسان الحقيقي ذلك الإنسان الذي يعقل ويوازن ويرجح ويرى أن الحق أجدر بالاتباع فيراغم هواه ويتبع الهدى. هذا هو الإنسان. بأمر ما أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة، أن عظمة النفس الإنسانية هي في القلب الزاكي وفي الفكر الذكي. أما خوارق العادات مع أن الله أيد نبيه بها فحن الجزع وزاد الطعام ونبع الماء وأشياء كثيرة، لكن هذه جميعا ما تذكر إلا في المحل الثاني. والمعجزة الإنسانية الكبرى هي القرآن الكريم. مع هذا فنحن نلحظ على جماهير المسلمين من سنين خلت عوجا عقليا غريبا، فهم يتصورون ببلاهة أن المنزلة العليا في الدين يرتبط بها أن العادات تخرق وأن قانون السببية يهمل. ولذلك وقر في أذهان الكثيرين منهم أن الولاية تعني خرق العادات، فهذا رجل يفتح الباب بلا مفتاح، وهذا يطير بلا جناح، وهذا يمشي نعشه دون حامل، وهذا من البله الذي ينتشر بين المسلمين ولا معنى له. لماذا؟ لأن القرآن الكريم عرف الولاية بأنها الإيمان والتقوى، فقال جل شأنه:
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تجمع الإيمان والتقوى وأنت طبيب وأنت مدرس وأنت مهندس وأنت محامي وأنت محاسب وأنت في أي عمل من أعمال الناس. اجمع الإيمان بالله وتقواه في عملك فأنت ولي، دون أن يخرق لك قانون أو تضطرب سنن الله في ملكوته بين يديك. وشيء آخر قاله العلماء، قالوا إن خوارق العادات تقع للبر والفاجر والمؤمن والكافر، وعلى هذا إجماع علماء المسلمين. فلو أن خارق عادة وقع لإنسان ما قلت إنه ولي، لأن الولاية ليست خرق العادة، الولاية إيمان وتقوى. وخوارق العادات قد تقع للمؤمن والكافر. وعندما أستغرب عندما أنظر في المؤمنين أقول لو أن أحدهم قال عن نفسه إنه رأى رؤيا ثم جاءت في اليوم التالي أو الثاني كفلق الصبح لظن نفسه وليا، ولقال الناس عنه إنه ولي. لماذا؟ لأن الناس هكذا ظنوا الولاية، مع أن سورة يوسف قصت 3 رؤى: رؤيا لنبي صدقت، ورؤيا لمسجونين قتل أحدهما واشتغل الآخر ساقي خمر، وصدقت كفلق الصبح، ورؤيا لملك ما كان مؤمنا وبنيت عليها خطة دولة. لكننا شاع بيننا أن خوارق العادات دلالة الإيمان. هذا غير صحيح. الإيمان كلما ارتفعت مكانة صاحبه عند الله كان أثر هذا الارتفاع الخلق العالي، المسلك النبيل، الجهاد الذي قد يجعل صاحبه إن أراد الله له النعمة الكبرى قتيلا في سبيل الله. إن عمر شرب لبنا وصلى بالناس الفجر وجاءت طعنات السكين فخرج الدم من أمعائه مختلطا باللبن. أكان الله غاضبا على عمر؟ لا، يجب أن نعرف معنى الولاية والتقوى. لكن أخلاق الطراوة والكسل تدخلت حتى في فهم الناس للإيمان، فظنوا أن المنزلة العليا تجعل الإنسان تخرق له القوانين. لماذا؟ إن خرق القوانين طلب هنا في سورة الأنعام من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب بإلحاح في مواطن كثيرة، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قادر فعلا. ليه؟ لأنه كما قال في الآية التي تليها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء بين أصابع القدرة، ما يمكن أن يفلت شيء، وهو القادر على أن يصنع هذه الخوارق، ولكنه يدير الكون وفق خطط قال فيها ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لقد قرأت سورة الأنعام وتأملت في معانيها ومبانيها، وشعرت بأن هذا القرآن العظيم مشحون بالهدايات العميقة، مليء بالعبر المذكرة، مليء بالقوى المفجرة لطاقات الأمم. لو أن الأمم استمعت
ووعد. وتختم السورة بهذه الكلمات تتمة للأقوال 44 قل في السورة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم يعلن أن حياته لله وموته لله وعبادته لله ونسكه لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو أول المسلمين، حامل اللواء، الإمام في المحراب العام لخلق الله جميعا. يجب أن نتبعه وأن نتأسى به وأن نتعلم منه وأن نسير في آثاره.